يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة عن واحد من الأفلام المصرية النادرة والمثيرة من بطولة النجمة نجلاء فتحي. عاوزين تعرفوا هو فيلم إيه وإيه قصته ومين أبطاله وإيه تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. حكايتنا النهاردة عن فيلم اسمه اعتداء من بطولة النجمة المصرية الجميلة نجلاء فتحي والنجم حسين فهمي ويسرى والفنان عماد حمدي. بتدور أحداث الفيلم حوالين شريف اللي بيقوم بدوره حسين فهمي، واللي بيتم اتهامه باغتصاب وقتل حبيبته سلوى، واللي بتقوم بدورها يسرى، وبيتحكم عليه بالإعدام. بيحصل حريق في السجن وبيتمكن شريف من الهرب، وبيخطف أمال أو نجلاء فتحي وهي بنت القاضي اللي حكم عليه علشان يجبره يعيد محاكمته لإثبات براءته. بتحس أمال إنه فعلا بريء وبتقع في حبه، وبتتصاعد الأحداث في هذا السياق.